اهلا بيكم حبايبي، معاكم داليا وقناه بيتو تشانل. قبل اي حاجه احب اعيد على كل الامهات، كل سنه وكلكم طيبين، وكل سنه وكلكم برضو طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده هنعمل العيش الشامي البيتي بطريقه حلوه ونظيفه وباسهل ما يمكن. زي ما انتم شايفين كده، معايا كيلو دقيق، ضفت عليه معلقه كبيره خميره، معلقة كبيرة سكر، ونص معلقة كبيرة ملح، بس كده. وهبتدي اضيف ميه للعجن، ميه دافيه طبعا عشان حاطه خميره. ميه دافيه هقول لكم اخدت قد ايه ميه. واحده واحده، خليكم معايا. الوصفه يعني سهله، يعني مش عاوزه اقول لكم سهله قد ايه، والنتيجه روعه. النتيجة روعة، وكل العيش هيعجبكم ان شاء الله. وهقول لكم ازاي طريقة التسوية الصح عشان تطلعوا العيش كله حلو وجميل. زي ما انتم شايفين كده، انا عجنت وحطيت المية خدت حوالي 3 كوبايات الا ربع، يعني من كوبايتين ونص ل3 الا ربع، على حسب ما نوع الدقيق بتاعك يشرب زيت او لا. انا بقى ايه، ما سبتهاش تخمر، انا سبتها 10 دقايق بس تريح، وابتديت ان انا اقطع فيها. هاخد بقى حته حته على قد ما انت حابه الرغيف يبقى شكله ايه، وهبتدي اكور فيها كده. وهجيب صينيه او على الرخامه ممكن ترشي دقيق وتقومي حاطه الايه الدوائر. انا جبت صينيه رشيت عليها دقيق عشان ما تلزقش، وحطيت عليها الكوره. هبتدي اعمل واحده تاني قدامكم بايديا كده، واقوم مكوره، او ممكن على الرخامه زي الفران او العجان لما بيعمل في الفرن بتاع العيش. وابتدي احطها واسيب مسافه بين واحده وواحده عشان لما تخمر شويه. هخلص الكميه كلها اهو، زي ما انتم شايفين عملت كميه كبيره. هبتدي اغطيهم 10 دقايق برضو تاني، واخد واحده واحده وابتدي افردها. انا سبتها 10 دقايق ريحت، وخدت واحده واحده وفردتهم، وحطيتها على الرخامه التانية كده. حطيت زي ملايه او فوطه كبيره او مفرش كبير، واحط رغيف رغيف افرده من غير دقيق ولا اي حاجه، واقوم مغطياه بفوطه تانية. تمام، هوريكم عملت الرغيفه دي ازاي. بجيب كده الكوره اللي عليها الدور، يعني ببتدي من اول حاجه كورتها لحد اخر حاجه. اوكي، وابتدي بالنشابه كده او بالفراده ابتدي افرد، وعلى قد ما اقدر اخلي الرغيف مدور. بفرده بسمك حوالي نص سنتي، زي ما انتم شايفين كده، السمك نص سنتي. تمام، وبحطه على الملاية او على القماشة اللي انا مخصصاها للمطبخ او الفوطة، وبغطيها زي ما انتم شايفين كده، واسيبها ان هي ايه تخمر حوالي ربع ساعة. انا هجيب بقى بخاخ ميه كده، وهبتدي ارش بالبخاخه دي ميه بس خالص، ميه من الحنفيه عاديه. وابتدي احط حبه البركه دي اختياري، بدل ما اعمله ساده هحطه بحبه البركه، بيديله شكل وبيديله قيمه غذائيه. فهحط شويه بحبه البركه، وبعد ما حطيت كده بططت بتبطيط بسيط قوي على خفيف خالص كده، وهو هتلاقيه مسك في قلب الرغيف. هعمل برضو شوية تانيين هرشهم برضو بالمية. تمام، وهحط بدل حبة البركة هحط شوية سمسم. تمام، هحط شوية سمسم أبيض. برضو الحاجات دي يا جماعة اختياري. اوكي، طبعا العيش الشامي مشهور قوي في شهر رمضان، والعيش ده اللي بيتعمل بيه السندوتشات في المطاعم. لما تعمليه في البيت هينفع في سندوتشات المدارس، سندوتشات حد رايح الشغل، يعني ينفع في اي حاجة، في الفطار في الغدا في العشاء اللي انت عاوزاه. هجيب بقى طاسة تيفال واسخنها كويس قوي، وبعد ما تسخن هحط الرغيف بتاعي اللي هو اول رغيف عملته. وما فيش، مش هياخد منك ثانية تلاقيه يشمع كده وسهل ان هو يتحرك في الطاسة. قوم قلباه على الناحية التانية، وبعد ما قلبته على الناحيتين هبتدي بقى ارجع اقلبه تاني. ليه انا بقلبه يعني يا دوب ثانية واقلبه؟ عشان عاوزة الوش والظهر يبقوا بنفس التخانة. لو انا سبته على وش واحد يحمر ويستوي، هلاقي القعر تخين قوي والوش خفيف قوي. انا حابة الاتنين يبقوا تقريبا زي بعض. هبتدي اقلب فيه بقى على نار
متوسطة أو فوق المتوسطة وحاجة بسيطة، وهو هيبتدي يتنفخ يعني بالراحة زي ما انتم شايفين كده، يتنفخ بكل سهولة. وهتقلبي بقى يمين وشمال لحد ما تاخدي التحميرة اللي انت عاوزاها. الموضوع سهل وبسيط، والعجينة ما بتاخدش وقت معاكي، وما بتحتاجكش عجن كتير. مجرد ان انا بقى بلم العجينة بالمية وبعجن فيها شوية كده لحد ما تنعم، وبعد كده ببتدي ما بتاخدش وقت كمان في التخمير. انا بين كل مرحلة ومرحلة بريح العجينة 10 دقايق مش اكتر، اهو زي ما انتم شايفين. وما بياخدش على البوتاجاز وقت خالص، يعني ما فيش دقايق وتلاقي الرغيف خلص. تعالوا نشوف كمان، نحط تاني على الطاسة. انا هحط كام واحد كده بس، اهم حاجة مجرد ما تحطيه ما فيش ثانية وتقلبيه هتلاقي شمع كده، نقوم قلبينه عشان نضمن ان الوش والظهر يبقوا بنفس التخانة. تمام اهو. هحط كمان اهم 3 المرة دي. لو عاوزة تشغلي طاسة تانية وتسرعي الدنيا مفيش مشكلة، براحتك. وبرضو ملحوظة، خلي بالك وانتي بتقلبي عشان لو الرغيف اتخرم ولو خرم صغير هتلاقيه بينتفخ بصعوبة، هتلاقي جزء اتنفخ وجزء لا. الخرم بيخلي الرغيف يطلع البخار وما بيكتمهوش من جوه، فما بينفعش يتنفخ. اوكي، لكن هي لو ما اتخرمش منك او ما اتفتحش وانت بتقلبيه كله هيتنفخ ان شاء الله. بس اهم حاجة وانت بتفرديه يبقى التخانة حوالي نص سنتي. تمام، شايفين قد ايه شكله جميل وحجمه جميل جدا. طبعا تكبري تصغري اللي انت عاوزاه اعمليه. طبعا بعد ما بسويه كده بطلعه على فوطة واغطيه عشان ما ينشفش، وبنضف الطاسة اول باول عشان لو في سمسم هتلاقيه يتحرق او حبة البركة مش عاوزاها تبقى محروقة وتمسك في في الرغيفة الجداد. فننضف كده الصينية او سوري الطاسة اول باول. هحط برضو تاني كده، دي مجموعة بالسمسم. بصوا سهل خالص خالص خالص. يا ريت ننفذ الوصفات هتعجبكم صدقوني. جربوا ان شاء الله في ربع كيلو، يعني ربع كيلو جربي وشوفي النتيجة هتبقى ايه. ولو في اي اخطاء عملتيها طبعا هتظبطي الدنيا لما تيجي تعملي نص كيلو او كيلو. بس هو الموضوع بسيط خالص وسهل، ويعني مش محتاج اي مجهود ولا اي حاجة. وبالعكس يعني هيبقى حاجة في البيت وحاجة مضمونة ونظيفة وفي اي وقت ممكن تعمليها يعني. تمام، شايفين شكلهم حلو جدا. طبعا السمسم اسرع من حبة البركة في في ان هو يتحمص ولونه يغير. فخلي بالكم ما تزوديش قوي التسوية فيه عشان ما يتحرقش منك. تمام كده، حلوة قوي قوي. انا هكمل طبعا الكمية الباقية، مش هطول عليكم وهوريكم النتيجة في الاخر. ودي كانت النتيجة، خلصت كل الكمية. شايفين الشكل حلو قد ايه والكمية حلوة. ده السادة شايفين، وده اللي بالسمسم. وعملت بحبة البركة اهو، عملت الاغلبية حبة البركة لان احنا بنحبها اكتر، يعني بتبقى ريحتها حلوة وطعمها جميل جدا. وعملت كمان مجموعة كده في الفرن اهو، هوريها لكم برضو عن قرب اهو. بيبقى محمص او ملدن كده. حطيت الخمس ترغيفة كده في الصينية وحطيته في الفرن. برضو كان جميل جدا، ممكن يتعمل يعني يبقى ممكن يتحط في الشوربة عشان مقرمش كده، ممكن يتاكل كده زي ما انتوا تحبوا. تعالوا نفتح بقى الرغيف من جوه ونشوفه. شايفين سهل خالص، وشايفين من جوه جميل جدا
وبيتفتح بكل سهولة وطري. طبعا مجرد ما هو بيطلع من فوق الطاسة، مجرد ما يتشال من فوق الطاسة كل النفخ ده بيهدى خالص. بس طبعا زي ما قلت لكم بحطه في صينية وبغطيه بفوطة او بحطه بين فوطتين. شايفين كله مفتوح وكله جميل وده مقرمش وحلو. بصوا من جوه. اتمنى الوصفة تعجبكم وجربوها. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير، ولو حد لسه جديد في القناة يعمل سبسكرايب او اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات. والى اللقاء في فيديوهات جديدة.